منتخب كبير ممكن يودع من الدور الأول من بطولة أفريقيا. منتخب محدش حاسبه ممكن يوصل لدور الستاش. هذا مش توقع، هذا نظام كأس أفريقيا 2025 في المغرب. أعزائي المتابعين، قبل البداية يرجى دعم الفيديو من خلال اللايك والاشتراك بالقناة. شرح نظام بطولة كأس أفريقيا 2025. 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات، كل منتخب يلعب 3 مباريات. المتصدر والوصيف يتأهلون من كل مجموعة. أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث أيضا. هيك بيكون دور 16 في 16 منتخب. توقعاتي للمتأهلين من كل مجموعة. المجموعة الأولى: المغرب متصدرا، مالي ثانيا، زامبيا مرشح كأفضل ثالث، جزر القمر خارج البطولة. المجموعة الثانية: مصر متصدرا، جنوب أفريقيا ثانيا، أنغولا وزيمبابوي خارج البطولة. المجموعة الثالثة: نيجيريا متصدرا، تونس ثانيا، أوغندا منافس على أفضل ثالث، تنزانيا خارج البطولة. المجموعة الرابعة: السنغال متصدرا، الكونغو وصيفا، بنين أفضل ثالث، بوتسوانا خارج البطولة. المجموعة الخامسة: الجزائر متصدرا، بوركينا فاسو وصيفا، السودان أفضل ثالث، غينيا الاستوائية خارج البطولة. المجموعة السادسة: كوت ديفوار متصدرا، الكاميرون وصيفا، الغابون من أقوى الثوالث، موزمبيق خارج البطولة. أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث حسب توقعاتي: الغابون، بنين، السودان، زامبيا. وهكذا يكمل عقد المتأهلين لدور الستاش. هذا هو نظام كأس أفريقيا 2025، وهذه توقعاتي للمتأهلين لدور الستاش. اكتب لي في التعليقات مين تشوف أكبر مفاجأة في البطولة، ومين تتوقع يودع البطولة من الدور الأول. تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.